السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة هنعمل أكلة جميلة جدا كبار وصغيرين بيحبوها. هنعمل كبدة بانيه، بس مش هقليها بالردة. تعالوا نشوف هعمل فيها ايه والتتبيلة هيبقى شكلها ايه. اول حاجة هجيب بصلة، هبشرها كده واخد العصارة بتاعتها، المية بتاعتها، وهحط نص معلقة توم او معلقة تكون من اللي هي الصغيرة خالص زي اللي انا حطاها في الطبق دي، وهحط عليهم ملح وكمون وفلفل وبابريكا وعصرة ليمونة، ويعني معلقة خل. عايزة تستغني عن الخل براحتك، الليمون يكفي يعني. بس الخل مادام هي بانيه بيساعد في تسويتها بسرعة، ما يبقاش الغلاف اللي بره بيتحمر والكبدة من جوه متحمرتش ما استوتش، فالخل بيساعد على ان هي تستوي بسرعة من جوه. هحط بقى في التتبيلة دي الكبدة، وهاجي هنا سبتها نص ساعة شوية، وبعد كده جبت فيجيتار وعليه حبة دقيق. بس الفيجيتار طبعا بيبقى فيه تتبيلة جاهزة، فانا ما ضفتش اي حاجة خالص، وخلطت الفيجيتار بالدقيق وبنزل بقى بالكبدة كده، بجيبها من التتبيلة على طول واقعد اضغط عليها كويس عشان الغلاف يمسك فيها. وما تخافوش، مش هيتساب في الزيت ولا اي حاجة، ولا هيقع من شريحة الكبدة، يعني هيفضل زي ما هو. وطعمها كان يجنن. انا كنت بعملها بالردة، بس بصراحة لما جربتها بالفيجيتار طعمها جميل جدا. في طاسة بقى يكون الزيت سخن جدا، بعد ما يسخن تقومي مهدية شوية، وبعد كده نحط فيها الكبدة البانيه تتحمر وتاخد لها لون من الناحية دي ولون من الناحية دي، ونطلعها على طول، منسيبهاش تغمق لدرجة ان هي تبقى محروقة يعني. لو وصلتوا هنا بقى للفيديو ياريت الاشتراك وتفعلوا زر الجرس ولايك كده عشان يوصل لكم كل جديد. هعمل الكمية اللي عندي كلها واطلعها. خلاص ده اللون اللي انا عايزاه، بصفيها بقى من الزيت. انا جربت بصراحة في كذا شريحة لان كنت قلقانة ان هي تتحرق ما تبقى زي اللي بالردة، بس طلعت خرافية. وعملت معاها مكرونة بالفلفل الاخضر، كان طعمها خرافة. هبقى انزل لكم فيديو ليها لوحدها. شايفين مستوية من جوه ازاي؟